مش وراك الا كده يا حاجة؟ يعني يا اخويا بتتأمر كمان؟ مش كفاية انا كل يوم اللي نازلة الشغل من صباحية ربنا وانت قاعد لي في البيت بقالك 6 شهور، وكمان بتتأمر على الاكل اللي بطبخه؟ ما تاكل وانت ساكت وقول الحمد لله. وما تأمرش ليه يا اختي ان شاء الله، ما انا شغال طول العمر، انت جيت على الشهرين اللي انا مش قادر اشتغلهم. مش قادر ايه يا حاج؟ ما انت طالع نازل ما شاء الله على السلالم، لو تعبان مش هتطلع وتنزل كل شوية، ده انت بتنزل في اليوم يجي 100 مرة. كمان يا حاجة هتحسدين اني بغير جو مع اصحابي؟ مش بحسدك، بس انت بتقولي عشان تعبان. هو فين التعب ده؟ اللي تعبان ده بيبقى نايم في السرير. فين اللحمة يا حاجة وفين الفراخ وفين الاصناف اللي تفتح النفس؟ والله اللي انا اعرفه اطبخي يا جارية، كلف يا سيدي، كلف يا حبيبي وانا اعمل لك اللي انت عاوزه. ده انت بتعايريني بقى بالشهرين